وشوف شو اخباركم. رجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة، ورجعت لكم مرة ثانية اساطير، ورجعت لكم مرة ثانية بالحلقة الثالثة او الرابعة من سلسلة المواضيع. فيديو اليوم راح نحكي عن موضوع جدا مهم، موضوع خطير، موضوع منتشر عندنا بالوطن العربي خصوصا بالعراق، اللي هو التنمر. انتم اكيد اكو هواي راح يجون يقولوا لي شنو هو التنمر وشنو يعني هذا الموضوع الخطير. فاهدأ، ويعني موضوع جدا خطير يعني بصراحة، ولازم انه ننتبه منه ونحاول نقلله ونمنعه قدر المستطاع. لان يعني شوف الكلام اللي راح اقوله لنا وشوف المصايب اللي ممكن يسببه هذا الشيء. قبل ان نبدأ تنسى لايك، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شير المقطع، لا ضروري تشير هذا المقطع ونوصل اكبر قدر من الناس. ويلا بينا نبدي. اول شي لازم نعرف شنو هو التنمر وشنو معنى التنمر او شنو تعريفه. التنمر هو احد اشكال العنف الذي يمارسه طفل او خلينا نقول شخص، انه التنمر اللي يتعرض لحتى الاشخاص بالغين، شخص او مجموعة اشخاص لشخص اخر، او ازعاجه بطريقة متعمدة او متكررة، ويتخذ اشكالا عدة كنشر الاشاعات او التهديد او مهاجمة الشخص لفظيا وبدنيا. توصل بأنه يهاجمونه لفظيا وبدنيا، يهاجمون الشخص المتنمر عليه. هو هذا التنمر، انه ازعاجه، تهديده، ونشر اشاعات، والاعتداء عليه لفظيا وبدنيا. بس هنا لازم نعرف هل كل كأنواع المضايقات تعتبر تنمر؟ لا. اذا كانت انه ماكو شخص او طفل، او خلينا نقول شخص عمود، ما نعين بس على الفترة في مرحلة الطفولة، على كل مراحل العمر، أي شخص منا تعرض إلى مضايقة من شخص أو صديق بهدف المزاح والضحك والمداعبة والود المتبادل بين الطرفين، يعني بين شقاء وضحك. بس هذا الشيء شلون نعتبره تنمر؟ إذا خارج الحدود، يعني اجتاز الحد، يعني صار الموضوع أوفر، يعني مثل ما نقولها باللهجة العراقية طلع من معونه، وشيء متكرر ومتعمد. هنا ممكن نعتبره تنمر. يعني انا ما اقول لك من اي شيء انت لازم تضوج وتزعل وتدمروا علي، لا. اكو شغلات تعتبر ضحك ومزح وشقة لازم تاخذها بروح رياضية وانت تتقبلها. اما اذا شفت الموضوع جارح لك، ويعني موضوع اوفر، يعني يذيك ويتنمر على عيوبك ويتنمر على شغلات بيك انت بطريقة متعمدة ومتكررة، ويجي يقول لك انا جاي اتشقى وياك ومزح، لا، هذا جاي قصدك تنمر ما. وهسه احنا عرفنا شنو هو التنمر، وفرقنا بين الضحك والمزح اللي يكون ضمن الحدود وما يكون اوفر، وبين التنمر عرفنا. هسه ندخل بالموضوع الاهم اللي هو شنو يشعر المتنمر. خل تعرف انه انت يا عزيزي المشاهد من تتنمر على شخص من تضحك عليه وكأنه الموضوع عندك عادي وتنساه، خلنا اقول لك شنو يشعر. راح يشعر باحراج، راح يشعر بضعف شخصية، راح يشعر انه يرتبك وما يعرف شنو يريد. توصل بالمرحلة انت تشوفه يضحك، انت حاسبالك انه هو مستمتع ويضحك ومبسوط بهذا الشيء، لا، هو يضحك لان ما يعرف ينطر ردة فعل من الاحراج اللي صار به هو والارتباك. يضحك على مود يخفي هذا الشيء. هذا الشيء راح يسبب له انه يخاف من جميع الناس. يعني هي هنا المشكلة، اذا تعرض التنمر من شخص واحد راح يظل يخاف من كل الناس اللي حواليه. بسبب هذا الشيء يتسبب انه يترك دراسته، يتسبب له انه يترك وظيفته، يترك هوايته، يترك احلامه. بسبب هذا الشيء انه يقوم يخاف من الناس، يظل يتجنب هذا الشيء، وهذا راح يسبب له امراض، وهسه راح نجي عليها. فهي هاي يعني هذا الشعور اللي يمر به. هسه نجي للامراض اللي ممكن يسببها التنمر. هنا الموضوع الخطير اللي لازم كلنا نعرفه. التنمر شيء ابدا مو سهل، وشيء ابدا مو عادي. للي يعني ما متعرف للتنمر ما راح يعرف شنو قصدي. اكو هواي وهواي ناس عرضوا التنمر جاي يعرفون شنو قصده وشنو جاي احكي. الامراض اللي ممكن يسببها او هو راح يسببها 100%، اي شخص يتعرض للتنمر راح يتعرض لهذا الشيء. اكتئاب مزمن، نوبات قلق مزمنة، صعوبة في تكوين علاقات صداقة وثقة متبادلة، لأن هو قلت لكم راح يظل يخاف من كل الناس ويظل يتجنب الناس، يصاب بالتوحد يعني ينعزل، يخاف من الناس هم تطلع تتنمر عليه، لأن هو يشوف هذا الشخص تنمر وضحك عليه حسباله بقية الناس هم نفسيته، وهذا راح يخلي عنده صعوبة انه يشكل علاقات صداقة وثقة متبادلة. توصل بلا تعاطي المخدرات، انه يقوم يتعاطى مخدرات، يتعاطى كحول عمود، يهرب من الواقع، يشرد من الواقع اللي هو بيه، انه ينسى، يلجأ لهذه. ما اقول لك هذا شيء صح خطأ، بس هو من الشيء تعرض له
والظرف والصدمة تعرضت له راح تخليه يلجأ لهذا الشيء. وزيادة هناك فعلا كارثة ومصيبة، زيادة نسبة التفكير الانتحاري وزيادة نسبة الأفكار الانتحارية، وتوصل في مراحل متأخرة ومراحل متقدمة فعلا محاولات الانتحار، وهواي جاي نشوف بالعراق حتى بقية البلدان العربية انهم ينتحرون بسبب هذا التنمر. شفت يا عزيزي المشاهد انه شنو الكلمة اللي انت تحكيها بهدف انه تضحك نفسك وتضحك الاصدقاء وتضحك الناس الموجودة، ممكن بسببها شخص تدمر حياته او تنهي حياته. فأتمنى منكم انتم تركزون بكلامكم، ما تجرحون شخص. المزح ما تقصد صديقك مقرب عليه، بس تجوز تجرحه وتتنمر عليه في سبيل الضحك وانت ما تدري، مو مقصود. فأتمنى منكم انتم تركزكم وحاول يكون شقاكم محدود، لا تتمادون به، لا تتنمرون على الناس، لان انت مثل ما تنمرت عليه واستقويت عليه راح يجي شخص ايضا يستقوي عليك ويتنمر عليك. هسه نجي للمرحلة الأهم، إنه شخص تعرضت للتنمر شلون ممكن تواجه هذا الشيء، شلون راح تتعامل وياه. أول شيء لح بالثقة والشجاعة الكافية إنه أنت تواجهه وترد عليه، خلي عندك ثقة بنفسك، خلي عندك طاقة داخلك جواك إنه تواجه وترد عليه، لا تخليه يتمادى، خليه لحد. هو كل ما أنت ضعفت هو زاد استقواء وزاد تنمر. إياك من شغلتين، دير بالك تضحك وتبين نفسك إنه أنت جاي مبسوط وفرحان بهذا الشيء، لان هو ايضا راح يظل يتمادى. ادري انت من تضحك هذا الشيء راح يكون لا اراديا، او تخفي الارتباك والخوف اللي انت بداخلك والاحراج بداخلك فتضحك. لا، لا تضحك ولا شيء. وايضا اياك ثم اياك تبكي او تبين انزعاجك او تشرد او تروح، لا، كن طبيعي، رد علي رد لفظ ذكي، رد علي. ما اقول لك انه انت تبين انزعاجك وتصيح وتعصب وتبين غضبك، هنا من راح يشوفك بهاي الحالات راح يزيد استقواء، لان هو من يشوفك انت انزعجت ضحكت بكيت، يعني شاف كلامي اثر بيك راح يظل يزيد. بس اذا شافك طبيعي كلامه ما اثر بيك ولا ازعجك ورديت عليه برد ذكي، راح يظل هنا يسكت. وحاول تتجنبهم، يعني انت اذا لحقك هذا الشخص وصاحك بالشارع او تعرض لك بدوام بشغلك بهوايتك بوظيفتك، حاول ان تتجاهله وما تعطيهم الاهتمام. انت كل ما اعطيتهم اهتمام ووقفت وراددتهم وحكيت وياهم وانطيتهم وجه راح يظلون يتمادون. فانت حاول تتجنبهم، لا اقولك انت تضحك وياهم وتبين لهم هذا الشيء عادي عندك، ولا انه تنزعج، لانهم كل ما شافوك مزعوجين راح يظلون يزيدون. طبعا هنا ختمنا نهاية الفيديو. أنا عندي قبل لا أنهي عندي مجموعة نصائح أقدمها يا شباب. هذه المعلومة اللي حكيتها يجوز شي بسيط من أضرار التنمر، شي بسيط، فلا تتنمرون، راعوا مشاعر الآخرين، ولا تشوف أنت نفسك متكامل. يعني يجوز مثلا تشوف واحد عنده مرض أو عنده عيب خلقي أنت تجي تضحك عليه، ترى أنت هم مو كامل، أنت هم بك عيوب، هم أنت يجي شخص راح يتنمر عليك وراح يجي يضحك عليك. فراعوا مشاعر الناس، مثل ما قلت لكم هذا راح يدمر مستقبله ويدمر حياته ويجوز ينتحر ينهي حياته، كلها بسبب شنو؟ بسبب كلمة انت قلتها بالشقة، وحتى جزء مقصودة انت قلتها. فباحد شلون ايش راح تقول لله؟ لان ان هذا الشخص انتحر بسببك، بسبب كلامك انه انتحر. والنصيحة ايضا للاهل والاباء انه حاولوا تراقبون اطفالكم، لان اطفالكم احنا بالمدارس بالشوارع الجاية هواي كمية تنمر مو طبيعية بالمدارس يتعرضون لها الطلاب. فلازم على طول الوقت مراقبين ابنكم، تراقبون الناس اللي حواليه، تراقبون اصدقائه، الناس اللي وياه، لان هو يكون متعرض للتنمر بس ما يحكي بسبب انه هو خوف داخلي بيه، وبسبب تهديدات انه يهدده، حرفيا انه هو يهدده اذا تحكي نقتلك، اذا تحكي نأذيك، اذا هذه، فهو يخاف لانه هو الطفل ما راح يعرف. فدائما راقبوا اطفالكم طبعا هذا كل اللي حكيناه بهاي الحلقة، اتمنى تكون تعجبكم يا رب. لا تنسى اللايك، اشترك بالقناة، فعل الجرس، وضروري تشيرون هذا المقطع عسى نحاول ان نغير ولو 1% من هاي الظاهرة، وننهي هاي الظاهرة المو زينة الموجودة منتشرة بشكل مو طبيعي عندنا. واكتب لي بالتعليقات شنو تريدون الفيديو الجاي وشنو نتطرق له، وبس مع السلامة.